دراسة اتعملت كانت نتيجتها ان البروفيشنال باوندريز هي مفتاح السعادة في العمل. اول ما بنبدأ نفكر في إدارة التعامل ما بين الموظفين في اماكن العمل، اول مصطلح بيظهر قدامنا هو البروفيشنال باوندريز او الحدود المهنية. على الرغم من وضوحها الا ان كتير بيختلفوا بمعناها وطريقة تطبيقها. بمجرد ما بنفهمها ونبدأ نطبقها هتلاقي نفسك في مكان افضل بكتير يسمح لك برسمها وحمايتها والاصرار على احترام الاخرين ليها. مع زيادة عمل جزء كبير من الموظفين فروم هوم او من البيت، بقى في صعوبة ان احنا نطبق الحدود المهنية ونقدر نفصل ما بين حياتنا في الشغل والحياة الشخصية بتاعتنا. في 3 عوائق بتحول دون رسم حدود مهنية جيد: 1 الرؤساء السيئين، 2 زملاء العمل غير الاكفاء، 3 ساعات العمل غير المحددة والمرنة. فانت اكيد محتاج تتعلم خطوات واستراتيجيات لرسم الحدود المهنية بينك وبين زملائك في العمل وكمان مديرك، لان وجود حدود هيعزز من انتاجية فريق العمل وهيقلل الصراعات. دول 3 خطوات هتقدر بيهم ترسم حدود في مكان العمل. 1 افهم حدودك العقلية والجسدية والعاطفية. رقم 2 حدد ما هو مقبول وغير مقبول بالنسبة لك في مكان العمل. رقم 3 ودي مهمة جدا، عبر عن حدودك بوضوح بالطريقة الأنسب لبيئة العمل. الوضوح والشفافية في رسم الحدود بيساهم في الاحترام المتبادل في مكان العمل وخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالتقدير والاستماع، اللي بدورهم بيأثروا على إحساسنا إحنا بالسعادة بشكل إيجابي. شاركوني إيه من وجهة نظركم ممكن بيه ننشر ثقافة الحدود بشكل أسرع وبشكل عملي في بيئة العمل وبين الموظفين.